ما تيجي اقول لك فكره بنعيش فيها ازاي. ورابع زي معانا هي ازاي تكون رقم واحد في شغلك. يلا بينا. في اخر 20 سنه من تاريخ الكوره هيمن كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي على كل الجوائز الفرديه والجماعيه، وحطموا كل الارقام القياسيه. ورغم ان ميسي بيتفوق على كريستيانو في الموهبه وفي تحقيقه كاس العالم الاخير، الا ان كريستيانو قدر يحط نفسه راس براس وكتف بكتف مع ميسي في كتاب التاريخ. عن تلك الحقبه 3 قفات لو قدرت تعملهم هتنجح، حتى لو ما وصلتش اللي وصل له كريستيانو. القاف الأولى: القوة. لا أقول القوة الجسدية فقط، ولكن كل قواك: العقلية والروحية والنفسية والذهنية. فالإنسان عقل وروح ونفس وجسد وقلب. والقوة تتطلب الأمانة. في القرآن: يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. القاف الثانية: القدرة. مفيش شك إن تأديتك لأي عمل تحتاج أن تكون قادرا على تأديته والقيام به، ومش هتقدر تقوم بيه على الوجه الأكمل الأتم الأحسن إلا لو كانت لديك الكفاءة والمهارة، لديك المتطلبات اللي بتقول فلان ده قادر يعمل العمل ده. سامعك بتقول هيجنني الولد ده، بلاش قلش يا سيدي، كمل الفيديو. القاف الثالثة: القبول. القبول يوضع في السماء وبعدين في الأرض. المناظر مهمة، لكن اوعى تنخدع بالمناظر، اوعى تفكر ان المنظر هو الحكم الرئيسي. احكم من جوه، من عمق العمق، لانه زي ما في ناس شكلها حلو، وسيمة، أنيقة، مهندمة، مقبولة، في كمان ناس شكلها مش ألطف حاجة، زي ما بيقول النبي: أشعث أغبر مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله أبرح. لكن لو ما كانش عندك القبول وكنت إنسان كويس، فالقبول ممكن نتعلمه، نحاول نشتغل عليه، ولو ربنا قبل مننا الناس كمان هتقبل. الأخلاق العالية ومنها الصدق، أهم حاجة في البيع والشراء، في الشغل، في الحياة كلها. حتى لو كنت شايف ان الصدق هيوديك في داهية، فهو مجال النجاة ليك في الدنيا قبل الآخرة. حس الدعابة، ابعد خالص عن القلش، ما اقصدوش. معلومة سريعة كده عن ماشي، زي ما أهم قدوة في حياتنا هو سيدي وسيدك النبي صلى الله عليه وسلم، فكمان ممكن ناخد القدوة والعلم من المسلم وغير المسلم، علشان يعني اللي هيقول اشمعنى كريستيانو. أخيرا ما تنساش الالتزام. أتمنى نكون استمتعنا وتعلمنا سوا. ما تنساش تعمل لايك وشير. كنتم مع مصطفى حسين.